سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فيا عباد الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته السمحة وبمجرد بزوغ هذه الدعوة حدث تغير كامل للتاريخ وصار الزمان منذ بزوغ الدعوة يسمى باسم مختلف تماما عن الاسم الذي قبل بزوغ الدعوة. فالاسم الذي كان يسمى به الزمان بعد بزوغ الدعوة يسمى بالعصر الإسلامي هكذا نعرفه، وقبل بزوغ الدعوة يسمى بالعصر الجاهلي هكذا سمي في التاريخ. العصر الجاهلي الجاهلية ما هي؟ هذا محل اختلاف واسع جدا بين المؤرخين والمنكرين، لكن أرجح الأقوال في تعريف الجاهلية هي الزمن الذي يعيش أهله فيه بلا دين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين صار عصره يسمى باسم هذا الدين العصر الإسلامي، عصر الصدر الإسلامي، وما قبله يسمى عصر جاهلي، لا لأنهم ليسوا أصحاب أخلاق. في الجاهلية كانت هناك أخلاق رفيعة جدا، بعض الأخلاقيات وليس لأن أهل الجاهلية كانوا لا يمتلكون علوم، كان منهم أهل العلم وهناك الشعراء، علوم كثيرة جدا جدا كانت رائجة. فكلمة العصر الجاهلي ليس معنى أن هذا العصر قد افتقد الأخلاق تماما، وليس معناه أن هذا العصر قد افتقد العلم تماما، وإنما هذا العصر افتقد الدين تماما. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة شيئا مهما جدا، علمهم أن يبقوا على عادات الجاهلية التي يقبلها الإسلام وتقبلها الفطرة المحمودة. وأخذ زمانه كله صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من عادات الجاهلية المنقوطة التي يبغضها الدين، العادة التي تخالف الدين خلافا تاما تسمى بعادة جاهلية. أخذ النبي يحذر طيلة زمان حتى وقف في آخر أيامه على جبل عرفات وهو يكلم الناس عن أن يبعدوا عادات الجاهلية المنقوطة. نحن صرنا مسلمين، لا ينبغي أن نتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. جاء القرآن يتحدث على أن كل من تحدث على ميراث الآباء والأجداد فيما دون الله فهو منقوط، وكان القرآن ينتقد مثل هؤلاء الذين إن سألتهم ليقولن إنما كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هكذا كان الإسلام يتحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات وقف يحدث الناس عن عادات الجاهلية المنقوطة، ألا وإن كل ربا موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب أبدأ بأهله. هكذا كان رسول الله يحذر من الجاهلية، ويأتي مرة ليكلم الناس فيقول لهم إن الجاهلية تذهب ويبقى منها ثلاث، يعني في 3 عادات من عادات الجاهلية هتبقى إلى يوم القيامة، خلوا بالكم منهم. إن الجاهلية تذهب
ويبقى منها ثلاث: الاستقسام بالنجوم، والنياحة على الميت، والافتخار بالأحساب والأنساب. يذكر مثل ذلك كثيرا صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بمشيئة الله وعلى أعواد هذا المنبر نريد أن نتحدث عن عادة جاهلية يفكر الناس فيها في هذا العصر، الذي نعيشه، يفكر الناس فيها بطريقة الجاهلية. ما زالت هذه العادة موجودة، وما زال بعض المسلمين المصلين الذين يقرؤون القرآن ويصومون رمضان ويخرجون زكاة أموالهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يتمسكون بمثل هذه العادات ويفكرون فيها بطريقة الجاهلية. ما هي هذه العادة؟ تقسيم المواريث. لا أقول جميع الناس يتعاملون بطريقة جاهلية في باب الميراث، خلينا نكون منصفين ونحسن الظن. بعض من الناس يتعاملون بالطريقة الجاهلية، إما عن تعصب أعمى، وإما عن جهل بالدين، وهذه مصيبة كبرى. هذه مصيبة كبرى. الله تبارك وتعالى توعد كل من لم يقسم الميراث بحقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا توعده كل من لم يقسم الميراث بحقه. تعالوا الأول نعرض لبعض الذي نراه في حياتنا في تقسيم المواريث، نعرض لبعض الأمثلة التي تحدث حتى نعلم عن أي شيء نتكلم. ترى بعضهم يحرم البنات من الميراث ويعطي المال جميعه للأولاد الذكور. ألسنا نرى مثل ذلك؟ بعد أن يموت الميت تأتي البنت بعد أن تنتهي من حزنها على أبيها لتنظر إلى ميراثها فيه، فإذا هي تجد نفسها ولم تأخذ شيئا يأخذه الرجال فقط هم الذين يرثون. هذه عادة موجودة عند بعض الناس، ورأينا مشاكل كثيرة بسببها. وهناك طريقة أخرى في التفكير الجاهلي في هذا الميدان، أنه يعطي البنت لكنه يجور عليها في حقها. إن كان لها قيراط يعطيها نصف قيراط ويظن أنه متجمل عليها. احمد ربك إن إحنا أعطيناك بيت فلان، مش بيعطي البنات خالص. هذا أسلوب تفكير موجود عند بعض الناس. تعال إلى صورة ثالثة مهمة للغاية، أنه يعطيها لكن يجور عليها في طريقة التقسيم. طريقة التقسيم أصلا لها شرع، يعني الإنسان معه كمية أرض، هذه الأرض لها وجه على الشارع ولها وجه داخلي ولها آخر داخلي. هو يأتي في التقسيم يعطي القدر المميز في هذه الأرض للذكور، ويعطي القدر المهمل للإناث. معه شقة لها إيجار سوقها مفتوح يعطيها للذكر، ويعطي الأخرى المهملة التي لا تسكن للأنثى. هذه طريقة التقسيم، ويأتي من بعده ولده ليفعل ذلك. تعالي يا أختي لتأخذي ميراثك. فين الميراث؟ ميراثك هذا البيت الفلاني اللي موجود داخل البيوت خالص، جوا خالص. طب وأنت ستأخذ فين؟ سيأخذ البيت اللي موجود على الشارع. طيب هذا حلال أم حرام؟ هذا حلال أم حرام؟ صورة أخرى من الممكن أن يفعلها أنه يأتي ويقسم ويقول البنات لهن 6 قراريط، بس عندنا مشكلة، قلنا 6 قراريط سلمهم. انظر إلى هذه الطريقة الجاهلية في التفكير الآتي. عندنا مشكلة أننا لن نقبل أحدا غريبا أن يدخل في أرضنا، وزوج غريب. طب ناوي تعمل إيه؟ إحنا بنخيرك إنك تأخذي مكان الأرض فلوس. في البداية يقولها بنخيرك، فإذا رفضت أجبرها على ذلك، فإذا رفضت منعها حقها. معايا ورق واضرب براسك في الحيط. هكذا يفعلون ولا يخافون من القبر. سبحان الله، لا يخافون من القبر،
تعال إلى هذه الصورة المهمة جدا في أسلوب التفكير الجاهلي في الميراث. رجل، هذه رأيناها كثيرا، رجل رزقه الله تبارك وتعالى بإناث دون ذكور، ما معهوش ولاد ذكور، معاه بنات بس ومعه تركة. ماذا يفعل في حال حياته؟ يأتي ليكتب تركته كلها كتابة ورقية موثقة لبناته. ما الغرض من ذلك؟ الغرض أن يحرم إخوانه الذكور أن يأخذوا مع بناته. معروف أن البنات هياخدوا إرث، وإخواته هم عمام البنات هيأخذ الباقي تحسيبا، هذا معروف. هو حتى لا يأخذ أحد في نيته أن يحرم هؤلاء من الميراث يكتب جميع تركته لبناته بنية، هذه نية مهمة، ألا يأخذ أحد من الميراث غير البنات. في صورة جاية مهمة جدا، أن يأتي أحدهم فيكتب كتابا أن أولادي جميعا يرثون إلا فلان. لماذا؟ لأنه عاق به، تركه وانصرف إلى بلد أخرى لا يقبل كلامه، فيأتي الوالد ليحرمه من الميراث بالكتابة من أجل أنه عاق. ومعلوم أن الابن العاق مهما كان عقوقه لا يحرم من الميراث أبدا. الذين يحرمون من الميراث هم اثنين، إما قاتل وإما كافر. فالذي قتل أباه لا يرث من أبيه، والذي كفر لا يرث من المسلم. لكن الابن العاق له ميراث يأخذه. القاعدة احنا مش عارفينها وعشان كده بنرتبك ايه هي؟ قاعدة مهمة جدا يا اخوانا. ان الامر ده مش بتاعك. انت ليه حاطط في ذهنك ان المال ده انت تملكه حتى بعد وفاتك؟ هذا المال انت لك حرية التصرف فيه في حياتك. لو حبيت تطلع كله لله ما عندناش مشكلة في حياتك. لو حبيت تطلع كله لله بوصية بعد مماتك فلن نخرج من وصيتك إلا الثلث. هذا هو دين الله، لأن هذا المال صار ملكا للآخرين، ليس لك. أنت خرجت من الدنيا، أنت الآن في قبرك. لماذا لا تفكر في حفرتك؟ لماذا أنت بعد موتك تحمل هم ولدك من أجل أن يملأ بطنه ولا تحمل هم نفسك وأنت تدخل جهنم؟ أنا مش عارف والله التفكير، أنا آسف أقول لكم تفكير يا أخي أنا هروح جهنم، أنا ماله أنا مت خلاص. حتى العلاقة العاطفية اللي بينه وبينه خلاص انتهت. العلاقة العاطفية اللي بينك وبين ابنك وبنتك اللي أنت بتحبهم وأنت حي بعد موتك هتنتهي. بنتك دي أو ابنك لو قابلك في أرض المحشر وأردت منه حسنة مش هيديك. مفيش علاقة عاطفية. العلاقة العاطفية موجودة في الدنيا حتى تبنى الدنيا وحتى تستكمل الأسر وتسعد الناس هكذا. لماذا تضع في ذهنك أن مالك هذا أنت متحكم فيه بعد موتك؟ في صورة أخيرة مهمة جدا من صور الفكر الجاهلي في الميراث، أن أحدهم يقسم الميراث جميعه في حياته قبل موته. الميراث أصلا من أهم شروطه موت المورث. أنت بتقسم وأنت حي ليه؟ من الممكن أن تقسم وبعد أن تنتهي يموت أحد أبنائك الورثة. من الممكن أن يحدث شيء لتركتك فتضيع كلها بعد التقسيم. بعيدا عن كل هذا الشرع اشترط لتقسيم الميراث موتك، اشترط لتقسيم الميراث موت المورث، فدع الأمر كما هو لا تقسم لأحد. لكن هذه ربما يأتي أحدهم ويتحدث مع هذا المجون الذي نراه في عصرنا، مع عدم وجود دين على الإطلاق، يخاف على أولاده من بعده أن يقتل بعضهم بعضا. إن كانت هناك ضرورة ملحة وأردت أن تفعل شيئا قبل موتك بالعدالة الإسلامية تحت مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، هذا مهم، مبدأ الضرورات تبيح المحظورات. أنت تخاف أن يقتل بعضهم بعضا بعد موتك، من الممكن أن تفعل شيئا يوافق العدالة الإسلامية وتراقبه طيلة حياتك وتوصي أحد علماء منطقتك أنه لو حدث في الأمر أمر كن أنت معهم بعد موته. هكذا قسم لهم قسمة صالحة على وفق الكتاب والسنة. هذه عادات جاهلية
أحببت أن أعدده. أناس يقطعون الميراث عن أصحاب الحقوق من أجل غرض في أنفسهم. ما جزاؤهم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراثا، اسمع في السنن، حديث السنن، من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة. انت تروح النار ليه؟ مين يستحق انك انت تروح من اجل النار؟ الدنيا كلها، لا لو والله الدنيا كلها لا تستحق ان تاخذ في النار غمسه. والله الدنيا كلها، سيبك من انك تاخذ في النار غمسه، والله الدنيا كلها لا تستحق أن تأتي يوم القيامة ورسول الله غضبان عليك. الرسول مجرد أن يكون غضبان عليك وينظر لك نظرة غضب، الدنيا كلها لا تستحق ذلك. لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تظلم نفسك؟ سيدنا عمر بن الخطاب يتحدث عن هذه الجاهلية، لكن هو تغير، احنا ما تغيرناش. سيدنا عمر وهو على المنبر يتحدث مع الناس ويقول: أيها الناس، كنا في الجاهلية لا نرى المرأة شيئا. لا حشد الرأس ولا لها أي حاجة. كنا في الجاهلية لا نرى المرأة شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله تبارك وتعالى علمنا أن لهن علينا حقا. سيدنا عمر غير منهجه. احنا مش عايزين نغير من مناهج الجاهلية. ليه مش عايزين نغير هذه المناهج؟ هذا أمر مهم جدا أيها الأخوة الأحباب. يا من تريد أن تقسم فيما أمر الله فيه بغير مراد الله. الميراث ذكر في القرآن في سورة النساء، والعلماء يتكلمون على أن هناك 3 آيات هن أساس باب الميراث. لو حبيت تدرس الميراث، علم الميراث جميعه محصور في 3 آيات في سورة النساء. انظر إلى ختام ال3 آيات دول، فيهم حكمة جميلة جدا. الآية الأولى تختم بقوله تعالى: فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. خلي بالك من عليما دي، فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. هذا ختام الآية الأولى. ختام الآية الثانية يقول: وصية من الله والله عليم. خلي بالك من عليم دي الأولى، خلي بالك من عليما الأولى، والله عليم حليم. الآية الثانية: فريضة من وصية من الله. الآية الثانية: والله عليم حليم. الآية الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا. ختام: والله بكل شيء عليم. عايز يقول لك ايه؟ ماذا أراد أن يقول لك؟ أراد أن يقول لك: أنت أعلم أم الله؟ ختام كل آية: الله عليم. إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حليم، والله بكل شيء عليم. أنت اللي أعلم ولا هو؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك والله. والله اتق الله. الناس بتصلي في المساجد الجمعة وأكلت ميراث إخواتها. اتق الله يا أخي، أنت مش خايف من جهنم؟ أنا ليه غضبان؟ أنا شايف مشاكل كثيرة جدا، ومن المصلين في ناس كثيرة تأتي تشتكي. الحق معروف عيانا، واللي بيصلي الفجر حاضر أكل هذا الحق. في ناس بتيجي تشتكي من أبوه اللي مات، وبعد ما مات علموا أنه فعل هذا الإجرام الخبيث، فعل هذه الخباثة. أولاده من بعده بيدعوا ربنا عليه جهنم. أنت ليه بتعمل كده؟ ليه بتكره ربنا يا أخي؟ أنت بتصلي والله العظيم صلاتك ما تنفع. هذا كلام مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه هذه القضايا، وتأتيه الناس حديث عهد بالجاهلية ويتعاملون مع الميراث معاملة الجاهلية. فكان المظلوم يروح لمين؟ المظلوم اللي بيتاكل الميراث يروح لمين؟ كان يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانش في القرآن بينزل، كان ينزل القرآن في الحوادث اللي زي دي. تعالى أنا عشان أحكي لك على حادثة ولا 2 عشان تعرف الرسول بيقرأ بجد إيه. لو كنت منعت الميراث من أولادك، لو كنت منعت الميراث من أي صاحب حق ميراث. تأتي امرأة أوس بن ثابت، حديث صحيح. امرأة أوس بن ثابت أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمها أم كجة. المرأة تقول: يا رسول الله، مات أوس
ابن ثابت، وترك لي 3 بنات وولد صغير، وجاء أبناء عمه، انظر للفجور، أولاد عمه من بعيد ودول بناته، لا بجاهلية، وكان القرآن ما نزلش معه، مش آيات خالص. جاء أولاد عمه سويد وعرفجة فأخذوا المال جميعا، وكان قد ترك مالا كثيرا، ولم أجد ما أنفق على بناته من بعده، بنات موجودين، ولم ينظر إلي سويد ولا عرفجة نظرة عطف ولا حنان، بنات مش لاقيين ياكلوا أصحاب الحقوق وهم أخذوا الفلوس ومشوا. إيه اللي كان بيحصل؟ اللي كان والله الكلام ده موجود الآن، إحنا زعلانين من سويد وعرفجة، الكلام ده موجود الآن، سويد وعرفجة ساكنين في داخل بيوتنا الآن. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن عادات الجاهلية، هم كانوا يقولون المرأة ليس لها ميراث. عادات الجاهلية كانت تقضي بأن النساء لا يأخذن ميراث، والأطفال الصغار أيضا لا يأخذوا مواريث. ده العادات بتاعتهم هم. سويد وعرفجة مش حرامية، دول ناس محترمين، لكن ما فيش قرآن نزل بكده، وعاداتهم وتقاليدهم بتاعت أجدادهم هكذا يفعلون. من الذي يأخذ الميراث؟ الذي يأخذ الميراث هو الذي ركب على أظهر الخيل وأغار على الأعداء، هو بس اللي يأخذ ميراث. فهم اللي كانوا كبار أخذوا ميراث أوس وتوجهوا به إلى بيوتهم، وجاءت المرأة للنبي تشكو المظلمة، ببنات جوعانين تشكو المظلمة. ماذا فعل رسول الله؟ ما عندهوش قانون، ما عندهوش أي ذكر نزل من السماء، ولا يستطيع أن يفتي فيها بنفسه. ده دين الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ هذا الدين. فقال انصرفوا حتى يقضي الله في أمركم. فانصرفوا، فنزل جبريل. نزل جبريل بآيات من كتاب الله، يلي بتاكل الميراث، يلي بتاكل مال البنات. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مين اللي قال كده؟ الله. فأنزل الله تبارك وتعالى هذا على صدر نبيه، فبلغ النبي سويدا وعرفجة فانتهوا. خلي بالك من انتهوا، ناس مش جاهلين، ناس مش مقلين، ما كانوش عارفين الحق. طب احنا هنا تلينا الآية على المنبر. ليه بتمنع بنتك من الميراث؟ ليه بتقلل ميراثك؟ ليه بتعطيها في المكان الوحش وتدي الولد في المكان الكويس؟ في طرق معينة للتقسيم. إذا كان هناك مكانان أحدهما مهمل والثاني يعمل، فلا بد وأن يعوض صاحب المكان المهمل، هذا في التقسيم لا بد وأن يعوض. فإذا أحببنا أن نعوضه حاولنا بقدر استطاعتنا، فلم نستطع لأن المكان سيظل مهمل مع التعويض، ولم يرضى أحدهم. ماذا نصنع؟ الشرع يقول كده، آخر طريقة نضرب القرعة، والقرعة هي قدر الله. خلاص احنا عملنا ما نستطيع، حاولنا نعوض، حاولنا نعطيك مال، حاولنا نعمل كل شيء، ما حدش موافق، نضرب قرعة. الذي يأتيك من خلال القرعة هو قدر الله، ترضى به خلاص، هذا في الميراث. لكن أنا أقصد أن أعطيها المهمل وأعطيه العامل، هذا لا ينبغي أن يكون. هذه حادثة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أقطع الكلام عند هذه الحادثة، بل أريد أن أقص عليك حادثة أخرى لتعلم شناعة هذا الأمر. الحادثة الأخرى حادثة سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله ده كان شاب، مات أبوه وتزوج ولم يأتي بأولاد في هذه الحالة، كان لسه ما خلفش. يقول جابر: نزل علي وجع شديد وصل إلى مرحلة أنه كان يغمى عليه. وجابر بن عبد الله كان معه 7 من البنات، أخواته 7، ما معهوش ذكور، وهو الذكر الوحيد، مرض. يقول: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فلما دخل وجدني لا أعقل، مغمى عليه، فدعا بوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ من فضل وضوئه فرماه على وجهه فاستيقظت فانتبهت. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أتى على وجهه فانتبه. فلما انتبه الرجل خاف من ربنا،
حاسس نفسه حيموت. قال له يا رسول الله ليس معي إلا أخوات. هو بيقرأ القرآن بس ما فيش آية يعرف تقسيم. كيف أقسم عليهن؟ ماذا أجعل لهن؟ يا رسول الله أأجعل لهن الثلثين؟ فقال النبي احبس، أنت لا تجعل ولا لك دعوة، الميراث بعد موتك ولم ينزل القرآن في هذا الشأن، احبس. قال يا رسول الله أجعل لهن الشطر النصف؟ قال النبي احبس ما تتكلمش. يقول جابر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عني، خرج من الحجرة ثم عاد مرة أخرى فقال لي يا جابر، حب يطمن على نفسه الأول، إني لا أراك تموت في وجعك هذا، أنت إن شاء الله حتكون بالسلامة أول حاجة. ثم قال له يا جابر إن جبريل قد أتاني وقد أخبرني بحق أخواتك لهن الثلثين، هم 7، لهن الثلثين. ثم نزلت آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. المهم آية الكلالة دي بتقتل إيه؟ آية الكلالة معناها إن ميت يموت ليس له ولد ولا والد، له إخوة سواء كان ذكور أو إناث. هذه الآية بتقضي إن لو كان له أخت تأخذ النصف، ولو كانوا أكثر من أخت يأخذن الثلثين، ولو كانوا إخوة رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. خرج سيدنا جابر يضحك ويقول أيها الناس نزلت فينا آية الكلالة، نزلت فينا آية الكلالة. آية الكلالة بتتكلم على ميراث النساء أكثر، بتتكلم بنسبة أكبر على ميراث النساء. سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر انظر ماذا يقول حتى يعطي كل حق كل صاحب حق حقه. سيدنا عمر يقول والله ما أترك من بعد، يعني أنا لما أموت والله ما أترك من بعدي أهم من آية الكلام. سيدنا عمر والله ما أترك من بعدي أهم من آية الكلام، ووالله ما راجعت رسول الله في شيء كما راجعته في الكلام. يسأل كثير، يسأل الرسول كثير عشان يشوف حقوق النساء. ووالله ما راجعت رسول الله في شيء كما راجعته في آية الكلام لما أكثر مراجعة رسول الله. يقول سيدنا عمر حتى طعنني بأصبعه في صدري وقال لي يا ابن الخطاب أما يكفيك آية النصف في النساء إن فلها نصف ما ترك، هكذا يقول أما يكفيك آية النصف في النساء؟ فقلت يكفيني يا رسول الله. هكذا الحوادث تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفكها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وأخيرا امرأة سعد بن الربيع المجاهد الذي قتل في غزوة أحد، الذي جاهد مع رسول الله، مات على الصلاح وكانت له ابنتان وزوجة. جاءت زوجته تشكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المظلوم بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله مات سعد في أحد، مات مجاهدا في سبيل الله، ما عملش حاجة وحشة عشان يبقى زمان. يقول ومعي منه ابنتان. جاء أخوه اللي هو عم البنتين دول، جاء أخوه فأخذ المال جميعا، ويا رسول الله إنهن لن ينكحن إلا بمال، يعني أنا عايز أجهزهم للزواج، هجهزهم إزاي؟ إنهن لن ينكحن إلا بمال. فنزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الواقعة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آية عظيمة جدا تكلمت عن أحداث كثيرة في الميراث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى للزوجة الثمن، ثم أعطى للبنتين الثلثين، ثم أعطى العم الباقي تعصيبا. هكذا كانت أحوال الميراث، وهكذا كانت أهمية هذا الموضوع. أيها الإخوة الأحباب إنها النار، أيها الإخوة الأحباب إنها النار. اتقوا الله في النار، اتقوا الله في هذا الأمر.
لا تغضبوا ربكم بأخذ شيء ولو قليل من هذا الميراث. وكما قلت مشاكل الميراث ميراث، ما تصلحش فتنة بين أولادك. أنا أقولها دائما، مشاكل الميراث ميراث، يعني مشكلة نفسها بتورث. إذا حدث بيني وبين أخي مشكلة في أي شيء نصطلح وينتهي وننسى، لكن لو أخذ ولو شيء بسيط مني من الميراث أورثه لأولادي وأولاد أولادي. ليه تزرع الفتنة في بيتك؟ سيبك من الفتنة، خليهم يموتوا بعض. ليه تروح أنت جهنم؟ هي جهنم سهلة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. ثم أما بعد فيا عباد الله، وأخيرا أحببت أن أذكر أمرا ذكرته من قبل لكن مهم جدا التأكيد عليه، أن عقاب آكل المواريث هو أشد أنواع العقابات على الإطلاق المذكورة. لما تكلم الله تبارك وتعالى عن الخلود في النار للمسلم، دائما الخلود في النار للكافر مش للمسلم، لكن لما تكلم عن الخلود في النار للمسلم ذكره في موضعين اثنين. الخلود العلماء قالوا بمعنى طول الموت، له فتره طويله جدا في النار. ذكره مع القاتل الذي يقتل عمدا بدون وجه حق، ذكر له الخلود في النار. وذكره هذا الموضع الاول. الموضع الثاني ذكره عن اكله الميراث بعد ان انتهى من ايات الميراث في سوره النساء. ذكر تحت آية الميراث مباشرة: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يتعدى حدوده في الحاجات اللي فوق الآية. الآيات من أعلى تتحدث عن الحدود، فأسفل يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يحصل له إيه؟ يدخله نارا. ما من النار دي؟ خالدا فيها. يدخله نارا خالدا فيها. فلنحذر. اللهم انا نسالك التقى، نسالك الهدى، نسالك العفاف، نسالك الغنى. اللهم انا نسالك العافيه، نسالك تمام العافيه، نسالك دوام العافيه، نسالك الشكر على العافيه، نسالك الغنى عن الناس. اللهم لا تحرم اجسامنا الضعيفه بالنار، وادخلنا الجنه مع الابرار. اللهم سكن رعبنا وامن خوفنا يوم القيامه، سكن رعبنا وامن خوفنا اذا طال القيام وتعبت الاقدام ورد الصراط ونصب الميزان ونادى الانبياء رب سلم سلم، رب سلم سلم، رب سلم سلم. وقوموا الى صلاتكم.